يلا يا حبايبي نقعد سوا ونسمع مع بعض أحلى حكاية قبل النوم. حكايتنا النهاردة عن فارة صغيرة كيوت لقت حاجة صغننة قوي، بس خلتها تدخل في حكاية كبيرة. يا ترى إيه اللي حصل؟ يلا نقول الحكاية. وكان يا مكان كانت في فارة صغيرة اسمها فوفو. فوفو كانت عايشة في بيت صغير وجميل، وكل يوم تصحى من بدري وتنظف بيتها، تكنس وتمسح وتلمع لحد ما الأرض تلمع زي المراية. وفي يوم وهي بتكنس لقت صوت عمل تك، بصت لقت عملة. قالت الله، فرحت قوي وقالت يا سلام، أول مرة ألاقي فلوس. يلا بقى عشان أشتري بيها حاجة. طب أشتري بيها إيه؟ قعدت تفكر. طب أجيب حلوى؟ قالت لا لا لا، سناني توجعني. طب أجيب لعبة؟ لا. طيب أجيب إيه بقى؟ أجيب حاجة تخليني أجمل فارة في الدنيا. جريت على الدكان، وبعد تفكير طويل اختارت شريطة حمراء بتلمع. ولما رجعت البيت ربطتها في ديلها، وبصت في المراية وقالت واو، أنا بقيت أجمل فارة في الدنيا. طلعت تقف في الشباك والهوا بيحرك الشريطة وهي مبسوطة جدا. وفجأة عدى عليها كلب كبير تحت البيت، بص وقال لها ايه الجمال ده، تحبي نبقى صحاب ونلعب سوا؟ فوفو ابتسمت وقالت ممكن، بس قولي انت بتعمل ايه بالليل؟ قال الكلب بصوت عالي. فوفو اتخضت وقالت يا نهار أبيض، ده صوت عالي قوي، أنا بحب الهدوء. ومشي الكلب وهو حزين وقال ملناش نصيب نكون أصحاب. فوفو قعدت تفكر، أنا عايزة صاحب بس يكون مناسب ليا. بعد شوية عدى عليها الديك الملون اللي ألوانه كلها جميلة، وقف وقال لها صباح الجمال، تحبي نبقى أصحاب؟ قالت له طب بتعمل ايه بالليل؟ قال لها وهو فرحان بنفسه قوي. فوفو ضحكت وقالت ده انا مش هنام خالص. ومشي الديك زعلان وقال ملناش نصيب نكون اصحاب. والشمس بدأت تغيب والجو بقى هادي شوية، وفجأة ظهر قط ماشي بهدوء. بص لفوفو وقال لها تحبي نبقى أصحاب؟ أنا شاطر قوي في اللعب. فوفو قربت شوية بس سألته وقالت له طب أنت بتعمل إيه بالليل؟ قال لها بقول. وبصلها بنظرة غريبة. فوفو رجعت بسرعة وقالت لا لا لا، أنا مش مرتاحة. وجري القط بسرعة بعيد عنها وقال ملناش نصيب نكون أصحاب. فوفو حست شوية حيرة وقالت لنفسها هو أنا ليه مش لاقية صاحب مناسب؟ قعدت تبص على الشريطة الحمراء وهي ساكتة وقالت يا ربي أعمل إيه؟ فجأة عدى عليها فار صغير شكله هادي ولطيف، بص لها بابتسامة وقال لها ازيك، تحبي نبقى أصحاب؟ فوفو ابتسمت وقالت أنا بسأل كل اللي يقابلوني سؤال مهم، أنت بتعمل إيه بالليل؟ الفار فكر شوية وقال لها بهدوء نقعد نحكي سوا، نضحك سوا، وبعدين ننام في هدوء وسلام. سكتت فوفو لحظة وبعدين ابتسمت وقالت هو ده اللي أنا كنت بدور عليه. ومن يومها بقى عند فوفو صاحب لطيف، يلعبوا سوا ويحكوا حكايات ويضحكوا كتير، ولما الليل يجي يناموا في هدوء وسعادة. العبرة إن مش أي حد ينفع يكون صاحبنا، لازم نختار اللي يريحنا ويكون شبهنا. وبكده خلصت حكايتنا. يا ترى لو كنتوا مكان فوفو كنتوا هتختاروا مين من الصحاب؟ استنوني بكرة وحكاية أحلى وأجمل من النهاردة. وما تنسوش تعملوا لايك وشير علشان كل أصحابكم يسمعوا الحكاية. وتصبحوا على ألف خير.